السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم عالم دار التلمساني. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم في هذا الفيديو بريوات كيجيو في المذاق الدادين وبطريقه مغايره على اللي تولفنا كنديروهم دلوز. غادي تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وغادي نعطيكم المقادير تشوفوا الطريقه والمكونات. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج زلافة ديال الكركاع، زلافة ديال اللوز، وزلافة ديال الزنجلان، وزلافة ديال الكاوكاو. غادي ناخد مقلاة وفي نار متوسطة غادي نبدا نحمر الكاوكاو والزنجلان والكركاع واللوز. يعني ملي كيتحمروا كنحس بيهم القشره ديالهم بدات تزولي، غادي نزولهم ونحمر الجزء الاخر، وهكا كنستمر حتى كنكمل هادوك بربعه بيهم ديال السلايف من هاد الفواكه الجافه. اذا كنستمر هكا حتى كنسالي. من بعد ما كنحمرهم كاملين اللوز والكركاع والكاوكاو انا كنخليهم بالقشر ديالهم. ومن بعد ما كنتهي من التحمار ديال الفواكه الجافه في هذا الاثناء غادي ناخذ خلاط كهربائي وغادي نطحن جميع العناصر مزيان. يعني كنخلي يعني كل شيء مطحون بحال هذا الشكل. من بعد غادي نخلط هذاك المكونات كاملين، غادي نضيف عليهم معلقه صغيره ديال القرفه بعد ما كنغربلها، والمسكه الحره من بعد ما كندقها مع شويه ديال السك سنيده، ومعلقه ديال العسل الحره. يمكن لكم تضيفوا العسل الا ما بغيتوش ديروا العسل الحره، ضيفوا اي نوعيه د العسل اللي كتستعملوا. وكذلك كنضيف نصف كاس ديال الماء زهر ونخلط هاد المكونات كاملين مع العسل والماء زهر حتى كتبقى تشكل لي كرات. يمكن لكم تزيدوا تضيفوا الا ما بغيتوا تزيدوا يتجمع مزيان، يمكن لكم تزيدوا تضيفوا حتى شويه ديال الماء زهر او تزيدوا معلقه واحده اخرى ديال العسل. كناخذ واحد سليفه كندير فيها شويه الماء زهر وكنبقى نشكلها على هاد الاشكال، يعني كرات بهاد الطريقه. وغادي نزيد واحد شويه ديال الماء زهر ما شتاتوليش الكاميرا باش كتساعدني تجمع لي مزيان. اذا بحال اللي كنضيف واحد نقدر نقولوا كاس العرب ديال الماء زهر معاهم. كناخذ الورقه ديالي اللي انا خديتها هكا طويله، ما كناخذهاش مستديره وباش ما كتضيعليش الورقه بزاف. كناخذها وغادي نبدا نقطعها شرائط بهذا الشكل. تقريبا هاد الشرائط كيكون فيهم تقريبا 2 سنتيم. كانت تكون البريوه ديالي ما كتكونش صغيره وفي نفس الوقت ما كتكونش ديك البريوه كبيره. وفاش كنقطع الشريط الاول كنبقى نديرو على الورقه وكنقطع باش كيجيوني يعني تقريبا في نفس القياس كاملين هكذا. مني بعد كنقطع كنديرهم في شي بلاستيك غذائي باش ما كتيبسليش، وكنرجع نقطع هذاك الجنب اللي كيكون يابس من اللي غادي نبدا فيه ديك الشرائط الاولى. غادي ناخذ بيضه، غادي نضيف لها شويه ديال الخل وغادي نضربها مزيان، هي اللي باش غادي نبقى نجمع ديك الجنب ديال البريوات. كيمكن لكم ديروا حتى الدقيق الابيض حتى هو كنطلقوه بالماء وكنجمعوا به ديك البريوه ديالنا بهذا الشكل. كنبدا غادي ناخذ الشرائط ديال الورقه، غادي ندير الورقه الحرشه كنديرها من الفوق وهذيك الملسه هي اللي كنديرها من التحت، وغادي ناخذ الكره ديال الفواكه الجافه وغادي نبدا نطوي على هذا الشكل مثلث. كنرجعها للجهه الاخرى ونعمر الجناب باش ما تجينيش خاويه، وكنضغط هكذا ونحاول نجر يدي للجنب باش تجيني مقاده، وفي نفس الوقت كنضغط عليها شويه باش ما تجينيش مرخوفه. كنقطع هذاك الزائد ديال الورقه لان كتكون ناشفه ومشنتفه، وكندهن بالبيض من تحت هذيك الورقه اللي كتكون عندنا من الفوق، وكنرد عليها الورقه الفوقانيه وهي تسدت لنا البريوه ديالنا بهذا الشكل. وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الحشوه ديالنا ديال الفواكه الجافه كامله بنفس الطريقه اللي درت معكم الاولى والثانيه. غادي نضيف معكم واحده اخرى. غادي تشوفوا كيف ما قلنا الورقه الحرشه كتكون لداخل والورقه الملساء كنخليوها من التحت. كناخذوا الكره ديال الحشوه وكنديروها
على ديك الشريط الورقه، كنطوي على شكل مثلث وكنرجع للجهه الاخرى وكنعمر الجناب باش ما كتجمعناش خاويه. وهكا كنضغط بيدي وكنحاول نجر يدي للجنب باش تجيني مقاده، وفي نفس الوقت كنضغط هكا حتى كنسالي وكنقطع هذاك الجنب اللي قلنا كيجينا ناشف ومشنتف، وكندهن بالبيض وكنعلي هذاك الجنب ديال الورقه من الجهه وكندخل فيها الجنب الورقه، وكندير نفس الطريقه اللي درت معكم في الاولى بنفس الطريقه، وكتجي بهذا الشكل. هكا غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله بنفس الطريقه. كنتمنى نكون الفكره وصلتها لكم وشرحت معكم الطريقه كامله كيف ما هي. غادي نستمر هكا حتى كنكمل الكميه كامله. من بعد ما غادي ننتهي من الطي غادي نخلي هاد البريوات يتشمعوا عندي، ما كنقليهمش في نفس النهار، يعني كنطويهم وكنبيتهم في الثلاجه، لان انا ساليت هاد الطوي ديال البريوات يعني في واحد الساعه متاخره في الليل. يعني غادي نخليهم في الثلاجه ولا غد ليه عاد غادي نطويهم في نفس الوقت حتى كتنشف عليهم ديك الورقه، باش الوقت اللي كنقليوهم كتكون البريوه عندنا صاينه. هنا لا غد ليه غادي نجبد نقلي، غادي ندير الزيت يسخن لي في واحد الطنجره تكون غارقه، يعني يجي بحال بالماغي. غادي نحضر حتى العسل يكون واجد حدايا، وغادي نحاول نجرب وحده بها واش الزيت سخن لي. من بعد ما نعرف بان الزيت سخون غادي نبدا عاد نقلي البريوات اللي عندي كاملين، وغير تسخن الزيت غادي نقصو من العافيه ونخليو النار ناقصه قليله باش ديك البريوات ديالنا كيتقلاو على المهل، باش كتقلى لنا الورقه وحتى الحشوه كطيب لنا. يعني خص نطيبوهم على البوطه مهيله ويكون عندنا الخاطر هي بشويه، وفي نفس الوقت كنحرك باش البريوات ديالي كيدخلوهم طياب كاملين. هنا انا مزربه الصوره هي باش ما يجيش الفيديو طويل. ومن بعد ما كياخذوا لي ديك اللون الذهبي البريوات كنخرجهم من الزيت وكنغطسهم في العسل. انا كنخليهم في العسل واحد 4 ساعات او 6 ساعات، كل ما بقاو في العسل مده اطول باش ما تينشفوناش. هكذا كنستمر حتى كنسالي ديك البريوات ديالي كاملين. هنا غادي نغطي عليهم وغادي نخليهم اكثر مده، يعني كل ما كيبقاو في العسل كل ما ملي تنديروهم في واحد العلبه ديالنا ما تينشفوش من العسل، تيكونوا شربوا العسل مزيان. من بعد ما دازت عندي هنا 4 ساعات هما في العسل، دابا غادي نديروهم يقطروا من هذاك العسل الزائد باش يبقاو لنا غير الكميه اللي شربت لنا هاد البريوات. اذا غادي نديرهم يسقطروا في واحد الكسكاس ديال واحد البرمه، ويمكن لكم ملي كيقطروا تجمعوهم في علبه وديروهم في الثلاجه، يعني المده اللي غادي تحتاجوهم في شهر رمضان. هكذا انا غادي نقدمهم معاكم يجوني بهذا الشكل. كنزينهم ببعض رقائق اللوز. واما المذاق ما شاء الله تيجيو رائعين رائعين في المذاق. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. هنا غادي نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. كنشكركم على المشاهده، وحتى الفيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، مع السلامه.